بتجيبوا ضابط اسرائيلي 100% يحكم مصر، تنبسطوا كلكم، كنتوا ضد مرسي وكنتوا شركاء في الانقلاب عليه وطبلتوا وفرحتوا كتير وقت اللي دكوه بالحبس. كانت شبكة CNN الأمريكية قد أجرت تعديلا في بطاقة السيسي التعريفية ليتغير اسم الأم الملكة تانيا إلى سعاد محمد، ما أثار جدلا واسعا حول أصول السيسي اليهودي. Sisi and Trump came to power over a weak opponent, and both of them are extreme allies of Bibi Netanyahu in Israel. They both have Jewish families even. Al-Sisi comes from a Moroccan Jewish background, and members of his family are Mossad agents in Israel. لا أعلم لماذا يتقولون على السيسي بهذه الطريقة البشعة. ماذا فعل الرجل لتقولوا عليه إنه صهيوني؟ هل سلم تيران وصنافير للصهاينة مثلا عن طريق السعودية مضحيا بقطعة غالية من أرض الوطن؟ هل كتب السيسي على مقبرته قبل ما يكون رئيس آية مختلفة غير كل الآيات اللي مكتوبة على قبور المسلمين؟ يا أيتها النفس المطمئنة إلى آخر الآية. هل كتب مثلا آية تانية وأسقط منها جملتين؟ اتفرج وشوف. مع ان كل المقابر اللي حواليه بتاعت كبار المسؤولين في البلد شبه بعض والرخامه مكتوب عليها الايه المعتاده. اتفرج كده، ده من موقع الحدث نفسه، الكل عادي. اللي هو اركان حرب احمد حلمي، اللي هو الدكتور مهندس نصر الدين احمد عارف. دي المقابر اللي حوالين مقبره السيسي. ادي المقبره بتاعت السيسي، وادي حواليها المقابر بتاعت المسؤولين الاخرين. الرخامه ما بتتغيرش. اللي هو مصطفى قطري عبد الله واخواته، نفس الايه ونفس الرخامه، كلها شكل واحد وآية واحدة، إلا مقبرة عبد الفتاح السيسي الزعيم الوطني الشريف. أدي اللي هو أركان حرب أسامة رشدي عسكر، الآية نفسها ونفس الرخ. الشريف اللواء دكتور عبد الحميد بيومي رزق، نفس مدافن الأسرة جنب مقبرة السيسي. المقبرة الوحيدة اللي شذت عن هذه المقابر هي مقبرة عبد الفتاح السيسي. ولما اكتشف الموضوع والناس همهمت، عملت المخابرات قصة وخلت التحرير تنشر مجلة التحرير إن مقبرة السيسي اتكلفت 750,000 جنيه. قال إيه حركة ومدخل عشان يدفنوا موضوع الرخامة القديمة. طبعا انتوا شايفين دلوقتي المقابر، انا ما اعرفش يعني عادي جدا ان كل انسان يبقى عنده مقبره، وبعدين مش دفاعا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب ما هو تلك الدار الاخره، يعني المساله وفي مقابر المسيحيين اهو، وفي مقابر كلها معموله بنفس الشكل وبنفس التصميم. انا مندهش ليه التحرير اثرت هذا الموضوع. طبعا انتوا شايفين دلوقتي المقابر، يعني عادي جدا ان كل انسان يبقى عنده مقبره، وبعدين مش دفاعا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب ما هو يعني تلك الدار الاخره. أرجوكم لا تصدقوا كل هؤلاء، لا تصدقوا الصهاينة ولا الأمريكان ولا الشيعة ولا المسلمين ولا المتصهينين، ولا تصدقوا شاهد القبر واللعبة الخبيثة اللي اتعملت. إياكم أن تصدقوا إدوارد حييم كوهين حلالة الشهير بإيدي كوهين، فهو يكذب ويريد أن يبدل إيمانكم شكا في وطنية السيسي. لا تصدقوا إيدي كوهين، فهو يكذب كما كذب كل من تبلى على السيسي من قبل وقال عليه انه صهيوني او انه امه يهوديه. كلهم بيكذبوا. صدقني يخنقون حماس اكثر من نحن عم نخنقهم، ومصر تكره حماس اكثر من اسرائيل تكره حماس. هذه هي العداوه المشتركه. حماس هي اخوان مسلمين، وعبد الفتاح السيسي لما قال هيدا عن اكتوبر هو لم يهدد اسرائيل. السيسي صهيوني اكثر مني. وكيف تدعم تلك الانظمه في السعوديه والامارات مع الصهاينه؟ بناء سد النهضه وتعطيش مصر. فكان الانقلاب هدفه تركيع مصر حرفيا، والدور اللي للاسف لعبته أنظمة عربية السعودية والإمارات في تدمير مصر بالانقلاب على الديمقراطية. خلونا ندخل في الموضوع مباشرة مع اللي قالته موقع أو اللي قاله موقع صحيفة كاليكيست الصهيوني عن محمد بن زايد. جيش الاحتلال بيحتفي به في تلك الأيام في ذكرى الانقلاب لنجاحه في تخليص مصر من الحكم الديمقراطي وتنفيذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب. الدور اللي لعبه ابن زايد لخدمة الاحتلال جاء مباشرة الأجندة ضد الربيع العربي والثورات العربية التي خرجت ليكون الحكم في يد الشعب. إسرائيل والإمارات تحاربان جنبا إلى جنب، كتفا بكتف، ذراعا بذراع. لما لا؟ الجيش الإماراتي من أعظم الجيوش. هي في جملة مهمة جدا، وهي جملة
ايه الدافع الطموح الشخصي واللي بيكون سبب لما يكون جامح وفي الاتجاه الخاطئ في تدمير الشخص. محمد بن زايد دفع اموال طائله لكي يحدث الانقلاب في مصر، الكلام ده مش جديد والكلام لا تنكره الامارات ويحتفي به جيش الاحتلال للقضاء، دفع تلك الاموال الباهظه للقضاء على ثوره يناير. الانقلاب كان هدفه تركيع مصر بكل وضوح، وبعيدا عن اي فهم ولا اي تحليلات ولا اي جانب حضرتك بتقف، اي شبه تفكير منطقي يؤكد لك ان المربع اللي بيلعب فيه جيش الاحتلال هو مربع دمار هذه الامه، شاركه من شاركه او استخدم من استخدم. על ישראל הוא מפעיל מתקפת חיוכים. את הסעודים הוא מנווט מאחורי הקלעים. את האיראנים הוא בולם בעזרת רכש ביטחוני עצום, ובמצרים הוא פשוט החליף את השלטון. מוחמד בן זייד, שליטה החשאי והמחושב של איחוד האמירויות, ממנף בנחישות את ההון שברשותו, ונהפך למנהיג המשפיע ביותר במזרח התיכון. בציבור הישראלי, הידיעה התקבלה בתערובת של תדהמה וסיפוק. מדינת איחוד האמירויות הערביות יכולה לחלוק על ישראל בסוגיות פוליטיות ועדיין לשתף איתה פעולה בתחומים כמו קורונה וטכנולוגיה. دور السعودية والإمارات في موضوع سد النهضة والأموال الطائلة اللي دفعوها السعودية والإمارات لتمويل السد. ولما مصر أيا كان اتفاقك أو اختلافك كانت بتحاول تستغل الخلاف اللي موجود بين أثيوبيا وإريتريا، السعودية والإمارات هم اللي جريوا وسعوا سعيا حثيثا لإجراء المصالحة ودفعوا فلوس لكي تتم تلك المصالحة ورادوا إريتريا بالجامد وقفلوا على مصر أي تواجد جانب السد. دي كانت قصة الأمس. النهاردة تعتبر قصة استكمالية أو استباقية عن الانقلاب اللي مولته الإمارات والسعودية. السعودية اللي كانت أول المهنئين بالانقلاب قبل انتصار بجانب الإمارات وأصدرت هذا البيان في أول موقف عربي ودولي بعد بيان القوات المسلحة المصرية وبهذا المستوى، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برقية تهنئة لفخامة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية، جاء فيها: نهنئكم بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وفي ذات الوقت نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة ممثلة في شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسي. أول حد كان واقف عند الباب لما لا. التسريبات اللي كانت جت بعد كده قالت ان عباس كان بيبلغ الديوان الملكي في السعودية بتفاصيل اجتماع المجلس العسكري قبل ما يبدأ اجتماع المجلس العسكري. النظام الحاكم في السعودية صرف أموال باهظة لكي يمول هذا الانقلاب ويحدث. هذه الأموال الطائلة التي كانت وبالا على الشعب المصري. الأموال اللي وصلت ل 23 مليار دولار في 18 شهر حسب وزير الاستثمار وقتها. دول الخليج قدمت لمصر 23 مليار دولار على مدى 18 شهر. لا شيء مجانا يا صديقي. قال وزير الاستثمار المصري أن بلاده حصلت على 23 مليار من دول الخليج في صورة منح ومساعدات بترولية ودائع وذهب وياقوت بالبنك المركزي. وتدفقت المساعدات الخليجية على مصر بعد أن كانت قد أوقفت، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكم. لا شيء يأتي مجانا. كان خلف تلك المساعدات ثمن كبير ما زالت تدفعه البلاد حتى الآن. الهدف الرئيس إذلال مصر. في 20 يونيو 2014 بعد تنصيب قائد الانقلاب اللي ما كانش طمعان في حاجة، أعلن التلفزيون المصري عن لقاء وقمة ستحدث بين الملك عبد الله والسيسي. الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدر الإشارة مشاهدينا الكرام إلى أن هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها كما نوهنا منذ قليل للعاهل السعودي إلى مصر منذ ثورة يناير، وستشهد مباحثات قمة بين الزعيمين يعقبها لقاء منفرد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي.
الكل حينها لو كنت نسيتوا انتظر مراسم الاستقبال والمؤتمر والذي سيكون بالتأكيد في قصر الاتحادية أو في قصر القبة. الكل كان ينتظر تلك الزيارة التاريخية لولي النعم الملك عبد الله، لكن فجأة الناس يعني لقت ان الملك عبد الله رجليه ما خطتش أرض مصر، وقائد الانقلاب طلع له الطيارة بتاعته في هذا المشهد المذل. اهلا اهلا خالد الرئيس. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الله يخليك ويطول عمرك. يعني انا اسف اللي يعني اول ما جيت الله يخليك. الله يخليك. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. رغم ان اللقاء للوهلة الاولى بدا صادما في مشهد غير مسبوق لزيارة رسمية لدولة، لكن كان اللقاء او هذا الوضع متناسقا تماما مع كيف يفكر ممولي الانقلاب. الملك عبد الله خلى السيسي يطلع له الطيارة وعقد معاه اللقاء كله في الطيارة. هذا وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا جدد خلاله الملك المفدى تهنئته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، متمنيا لفخامته التوفيق. الصهاينة بيعتبروا ابنهم وقالوها 2000 مرة صح؟ والملك عبد الله الله يرحمه بيعتبروا ابنه حقيقة. في علاقة محرمة صهيونية سعودية. طلع ابنهم بجد، ابن الاثنين. ساعتها قعد قائد الانقلاب بالطريقة دي، كان قاعد في النص والسيسي قاعد مع وزير دفاعه السابق ووزير الخارجية والناس بتوعه بهذا المنظر المهين. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أمين عام مجلس الأمن الوطني، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد. كل دي خرق لبروتوكولات يعني راسخة، راسخة، مفيش زعيمين، ده صنيعة ايدينا، هكذا يتم التعامل. هل المشهد المهين وقف عند كده؟ لا، المشهد لم يتوقف عند هذه اللقطة. بعد تلك الزيارة بشهرين في أغسطس 2014 استدعي قائد الانقلاب للسعودية، وقرر الملك عبد الله يديله قلادة ويصوره بهذا المشهد المذل. دي مجرد ارهاصات للحكايه اللي احكيها لك. ايه اهداف السعوديه اللي البعض عارفها او البعض يعرف بعض تلك الاهداف، وبعض تلك الاهداف قد يحتاج لشرح. ايه اهداف السعوديه من هذه الحكايه؟ ملك عبد الله الله يرحمه كان يقدر يقوم دقيقه عادي زي ما وقف، وساعتها حكينا وجبت لك وقف دقيقه يعني ثانيه، انما القصد والمعنى في كل تفصيله كان حاضرا. وكمل الملك سلمان اللي حاول يخدع الناس في الاول ان هو لا غير راضي عن هذا الموضوع والقصه والروايه، وبعدين زي ما وصف كراميلا اللي لابس البيجامه دلوقتي اللهم لا شماته، وقال لك اكراما لسلمان وابن سلمان